واجب على كل إنسان، والناس في ذلك يعني مختلف من حيث المادة، منهم الغني الثري ومنهم الفقير المقتصد. طيب هل الفقير معناه أنه لا ينفق؟ لا. هل الغني معناه أنه ينفق بحد معين؟ لا. فلذلك شرع الله لنا سبحانه وتعالى الآية أولا مع الأغنياء لينفق ذو سعة من سعته. يعني أنا كغني الآن لا يكفي فقط بدفع 2.5% زكاة المال، هذا حق واجب. الآن ما بعده لينفق ذو سعة من سعته، بمعنى أننا الآن بنفس الحاجة. طلع اسمه إبراهيم الأغنياء هو اسمه إبراهيم أنا قلت أحمد قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. لو قال يعني سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته كان بده يدفع كل شيء، بده يدفع كل شيء. أما من سعته يعني شيء منه. وكلما زاد هذا الإنفاق كلما زاد الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب يأتي الطبقة الوسطى أو التي هي طبقة كثير من الناس اليوم، وهي نفقة الدخل المحلي. لينفق ذو سعة من سعته. طيب قال ومن قدر عليه رزقه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأرزاق وهو الذي يضيقها على من يشاء من